احلى فراخ مشوي. ادخل لي بقى بالمقادير. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما بخير وصحه وهنا وراحه بال. طبعا اللهم صل على النبي. الفيديو بتاعنا ايه؟ جميل جدا جدا. لايك كومنت حلو. رايك بقى في تربيه الحمام في البيت؟ مش حمام مشوي، هو حمام محمر، حمام مشوي، على حسب ما انت عامله او حب انت عامله تعملي. في ناس بتحشي رز، وفي ناس بقى ايه بتكسره، يعني يتكسر في الظهر كده، وبيتشوي يا اما على الفحم يا اما بزيت، وبيتبل بقى التتبيل بتاعه، التتبيلات بتاعتنا اللي احنا عملناها قبل كده. طيب عندي جوزين حمام اهو، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. تربيه الطيره في البيت تقع عليكي ببلاش، تمام، تقع عليكي ببلاش. عندي جوزين حمام اهو، خدت لي كام جوز معايا، قلت ان انا ايه اكل منهم جوز حمام. طيب بسم الله ما شاء الله، ما هو اللهم صل على النبي. هقول لك ازاي تشتري الحمام، وازاي تفرق بين الحمام اللي هو الذبيح وحمام السعاية. يعني انا قصدي مثلا لو عندك جوز حمام عندك في البيت، امتى ان انا اقرر اذبح الحمام ده وامتى اقرر اسعاه. تمام. لما يكون رفيع الحمام عندك ممكن تطلقي حرام في الذبح، لان الحمام فيه عدة ايه حباية اللحمة على الصدر. تمام. بصي هتلاقيه كده اهو حلو، مالكيش دعوه بالزجوج، اكيد صاحبتها الحمام، اي حمام لما يجي يذبح لازم تزجدي، لو ما تزجدش مش هيجيب فلوس معاك. انت بقى لما تكوني جايه تشتري حمام، الحمام ده بسم الله ما شاء الله تكوني ايه مش تشتريش على اساس ان هو زجوج مليانه، تمسكي الصدر، تمسكي الصدر. انا يعني بصي بسم الله ما شاء الله، الحمام مش النهارده وامبارح، انا الحمام من بدري وانا بربي الحمام. طيب ذبحنا بس بسم الله حلال الله اكبر، خش على التاني اهو، خلصتهم. اغسل الدم على طول اهو. طيب قبل ما احطيه في الميه السخنه، انا طبعا حطيت الحله هنيت الميه السخنه، لا انا هطلع الزجوده هنيته من قبل ما انا نحطه في الميه السخنه، من قبل ما انا نحطه في الميه السخنه. اللهم صل على النبي وصل على الرسول عليه الصلاه والسلام. ونشوف بقى ايه الحاجه بتاعتنا ان شاء الله. كده يا جماعه. الحمام طبعا اكله حلو واكله نظيف، وانضف طيره هي الحمام، انضف طيره عشان تاكليها. تمام. الجوز عامل كام؟ مديكم كل المعلومات اهو. الجوز الوقت الكبير عامل 120، والصغير عامل 110. طيب انا لو عندي عروسه او انا باكل حمام، اشتري حمام السوق ولا اشتري من واحده مربيها في البيت؟ دايما بقولك لو ال5 جنيه ال10 جنيه ما تفرقش معاكي، اشتري حمام من الست مربيه في البيت، او اصحي الصبح بدري انتظر استنيه عند ست بتبيع الحمام واشتري منها حمام. اي واحده معديه قولي لها ان انت عندك حمام، بدل ما مسببه تبيع لك انت وتحط على الفلوس. انت ممكن تشتري الجوز ب95 جنيه و90 جنيه، هيفرق معاك، وهي بتبيع بال120 او 110. بصوا بيتهاونوا معاكي. طيب جبنا الميه السخنه، طلعت الزواجيل بتاعته، نحط بقى في الميه السخنه يا حبيبي. اللهم صل على النبي. الحمام طبعا عشان صغير مش عايزين الحله ان انت تبقى سخنه، لا يدوبه اهو زي ما انت شايفه اهو. الحمام انا عشان حمام وديوك الشمك بغسلهم الاول قبل ما احطهم في الميه السخنه عشان ما يتسلوحش معايا، مش هيحمل. بسم الله ما شاء الله. طبعا هنسيب القناه شويه كده، معنا قناه يوميات مهندسه، هسيب لكم اللينك في اول كومنت بتاعت ام مالك اختي رحمه. طبعا هنبدا نشتغل عليها ان شاء الله باذن الله اهو. يلا يا جماعه روحوا لها بالله عليكم في القناه التانية. وعايزه بقى كومنت حلو ولايك لام مالك اللي هتكون مشرفانا ان شاء الله اهو. تنظيفه سهل واكله سهل، والحاجه هتبقى جميله كده يا جميله انتي. اللهم صل على النبي. بصوا ازاي في دقيقة، مش هاخد معانا دقيقة. اللهم صل على النبي اهو.
أسرية لو عندك ضيوف كأنك بتعمل لهم بطاطس مشوية، والله وعن تجربة. طيب في ناس بتقول طب الحمام أنا أشتريه ويتخزن في الفريزر، الكلام ده احنا مجربينه. الحمام يا جماعة بيصمت بالتلاجة، أي لحمة تحط في التلاجة بتبدأ تصمت منك، تتمص، التلاجة بتمص اللحمة، الحاجة كلها طازة. الكلام ده ببلاش، الكلام ده بفلوس، أنا بدولك ببلاش. من خبرتك للحاجة انتي بتتعلمي الحاجة دي. شايفين عاد زي العسل. الرجلين عاد بالمقص يا جماعة، السكين ما تنفعنيش. اهو اللهم صل على النبي. كتفي كده وادعيلي عاد دعوة حلوة من عندك يا قمر. أنا حنشوي معاكم وحنجهزه وكل حاجة تبقى تمام. اللهم صل على النبي. قاعد قناة نوعاتي مع طيور بيتي هتستفيدي بحاجات جميلة إن شاء الله. أهو اللهم صل على النبي. خلصنا اهو حبيت الريش دي، هبدأ اتخلص منها في الزبالة. ربنا يسامحنا هنرميها في البيت اللي ورانا. شايفين حجمهم حلو ده بعد التنظيف الريش. هنحشي دول بالمقص. شوف هنفتح ازاي، كله بالمقص، حمام يعني مقص. توسعيش جوا عشان ما يبوظش منه. اللهم صل على النبي. خلصنا اهو، هنبدأ يتغسل كويس. اهم حاجة عشان من الدم عايز غسيل، مية ساقعة عاد مش مية حامة، ولازم نتأكد بالزور ان طلع ولا ما طلعش. الموضوع سهل وبسيط وحاجات حلوة وخير وكل رزق. وقلت لكم قبل كده شعرنا البساطة والجمال. طبعا انا هنحشيهم وهنتبلهم وهنعملهم كل حاجة ان شاء الله. بص حشيتهم وخلصت تمام التمام. نحطهم عاد في الحلة. بسم الله ما شاء الله. كترش الرز عشان يبقى مفلفل وحلو. اللهم صل على النبي. نحطهم عاد ونرجع تاني. اللهم صل على النبي. شايفين الحلة اهو، 1 2 3. اللهم صل على النبي. اهو على الأقل نص ساعة على حسب الحمام بتاعه. ودي بقى شايفين الرز مفلفل، رزاية رزاية، محدش هيعرف يعمل حمام.